السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الحقيقة سمعت حديث وسمعتها كثيرا، لكنني سمعته اليوم وأثر فيني بشكل كبير. أنس بن مالك يذكر أن الناس كان يخدم بعضهم بعضا في السفر والحضر، وكان لأبي بكر وعمر خادما يخدمهما في سفرهما. وفي مرة وقد سافر رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن ينام أبو بكر وعمر، فقال للخادم: إذا نمنا اصنع لنا إداما طعاما. فنام رضي الله عنهما ونام الخادم، فاستيقظ أبو بكر وعمر قبل أن يستيقظ الخادم، فقالوا: إن هذا الخادم لنؤوم، فأيقظاه، وقالوا: إن نومه يوائم نومه في بيته، يعني في السفر مثل الحضر، سواء مسافر ولا في بيته نومه واحد. فقال له أبو بكر وعمر: اذهب إلى النبي استأذمه إلى الطعام بعد أن تقرئه منا السلام. فذهب الخادم إلى النبي، فوصل رسالة أبو بكر وعمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذمانك على الطعام. فقال وعليهما السلام: ارجع إليهما وقل لهما أنكما قد ائتدمتما، يعني أكلتم الطعام قبل نأتيكما. فذهب الخادم فأخبر أبو بكر وعمر بما قاله للنبي وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. هنا خاف أبو بكر وخاف عمر فهرعا، ذهب إلى النبي فقالوا: يا رسول الله، والله ما طعمنا شيئا منذ أن أصبحنا، وقد أخبرنا الخادم بما قلت. قال: بل طعمتما بما قلتما في أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما أو بين ثناياكما. قالوا: يا رسول الله استغفر لنا. قال: هو إياه يستغفر لكم، اطلبا منه، أما أنا فلا. فهؤلاء الصحابة ماذا قالوا فقط إنه نؤوم. ومن هما أبو بكر وعمر يا جماعة؟ بالله عليكم ماذا نقول نحن؟ لو وزننا أنا وأنت كلامنا بكلمة أبو بكر وعمر، وش رأيك؟ الرسول وجد لحم الخادم بين أنيابهما وثناياهما. لو وجد لحم الذين تكلمنا فيهم من الناس، وش تتوقع يوجد؟ كذب، غيبة، بهتان، افتراء، تشهير، فضيحة للناس، رجال، نساء. من خولك؟ ويني وينك عن قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرسول يقول لأبو بكر وعمر: استغفر، يعني اطلب السماح من الرجال نفسه. يا جماعة اليوم حنا نقع في كلام، غيبة، نميمة، بهتان، فضيحة، عدم ستر للناس، جرأة حتى في الإعلام المعاصر اليوم على أعراض الناس. وين رايحين؟ اتقوا الله، احفظ لسانك،